السلام عليكم يا جماعة. أنا اسمي يسري سليمان، والاسم الحركي في يعني اللي أنا أو الاسم اللي أنا بفايت بيه اسمه ذا أفريكان لاين. الحقيقة إن أنا قررت إن أنا أعمل القناة دي على اليوتيوب، وتبقى سبب إن أنا أعمل يعني فيديوهات عن الام ام ايه، يعني بشكل عام، ومنها هنتطرف في حاجات تانية وفي مواضيع تانية، بس بشكل عام علشان أسهل على الناس اللي ابتدت أو اللي عايز تبتدي موضوع الام ام ايه ده. ان انا الوقت اللي انا قعدت فيه فتره كبيره جدا عشان خاطر ان انا اتعلم فيه اللعبه دي، ان انا ممكن انقل لكم الحاجات اللي انا اتعلمتها او الخبرات اللي انا اخدتها من يعني بسبب وجودي هنا والتعامل مع ناس من احسن اللعيبه ومن احسن المدربين في العالم. فقررت ان انا اعمل البتاعه دي، ان احنا ابتدي يعني ان انا اغطي كل ما هو له علاقه بالام ام اي. يعني اولا السترايكنج، سواء بقى البوكسنج، الموي تاي، الكيك بوكسنج. بعدين نخش في موضوع المصارعه، الريسلينج والجرابلينج بشكل عام، والجيجيتسو، دي نقطه تانية. وبعد كده هنبتدي برضو نتكلم في موضوع السترينث اند كونديشننج، او يعني تمارين القوه والحاجات دي كلها، وكل الحاجات اللي هي ليها علاقه، الحاجات اللي فادتني في الموضوع زي المايند سيت، والحاجات اللي الحاجات اللي اشتغلت فيها بره حتى اللعبه كعقل، حتى نتكلم في النيوتريشن والتغذيه وكل ما له علاقه، يعني او ساعدني في موضوع الام ام اي ده. وفي نفس الوقت برضه ابتدي اوريكم حاجات عن حياتي الشخصيه اللي انا عايشها هنا في جزيره بالي، المكان اللي انا بتمرن فيه وعايش فيه وعندي البيزنس بتاعي. واوريكم كمان لان في ناس كتيره بتسالني عايزه تشوف الجزيره نفسها عامله ازاي، انا بروح فين في الويك اند، كل الحاجات دي كلها. فهي الهدف الاساسي من الصفحه دي او من القناه دي ان انا ان انا ابتدي يعني اوريكم اللي انا قلت لكم عليه ده. الحقيقه ان انا لما جيت ابتديت، انا فكرت ان انا اعمل القناه دي باللغه الانجليزيه، وكنت ابتديت فعلا بكده، بس جيت في النص حسيت ان هو يعني ان انا ممكن يبقى دوري اكبر بكتير، لان في ناس كتيره ممكن تعمل ده، بس انا دوري ممكن يبقى اكبر بكتير ان انا افيد الناس اللي من بلدي، يعني سواء في ناس في مصر او في الوطن العربي. حسيت ان ده ممكن يكون لي فايده واضافه اكبر بكتير لو انا عملته باللغه العربيه. فعشان كده انا هغير، انا حتى كنت ابتديت شويه فيديوهات عملتها بالانجليزي، بعد كده قلت لا انا هغير وابتدي ان شاء الله اعمل فيديوهات باللغه العربيه. فهحتاج منكم ان انتوا ان شاء الله يعني تتواصلوا معايا، ابعتوا لي في الكومنتات، تسالوني ايه الحاجات اللي انتوا عايزين تشوفوها، ايه الفيديوهات اللي انتوا عايزين تتعلموها، حاجه معينه، اسئله معينه في اي حاجه من الحاجات اللي انا اتكلمت فيها دي، حاجه عايز تعرفها عن السترينث اند كونديشن، حاجه عايز تعرفها في المصارعه، حاجه عايز تعرفها في الحاجات دي كلها، ونعملها. الحقيقه انا لما ابتديت الموضوع ده يمكن قعدت اول سنتين بتمرن، يعني بتمرن حاجات لوحدها، يعني بتمرن بوكسنج لوحده، مصارعه لوحده، مصارعه لوحدها، جيجيتسو لوحده. اخدت مني وقت طويل قوي ان انا ابتدي افهم، ايوه اللعبه دي عايزه ايه، يعني عشان افهم اللعبه دي انا محتاج ايه. هي اللعبه دي فيها حاجات كتيره زي ما احنا اتكلمنا كده، وعشان في الاخر توصل ما بينهم ساعات الموضوع بيبقى صعب جدا، بالذات كمان في البدايه، يعني ممكن بياخد منك سنين كتيره. فانا اصلا دوري الاساسي هيكون في القناه دي ان انا اؤثر عليك المده دي، وان انا احاول افهمك. وانا عامه لما باجي اشرح تكنيك او لما باجي اشرح الموضوع، بحب دايما اشرحه ان انت تفهمه بعقلك قبل ما تعمله بجسمك. يعني انا مش بحاول اخليك اللي هو ايه، زي ما بيقولوا كده مونكي سي مونكي دو، يعني انت قرد بيشوف حاجه بيعملها. لا، انا مش عايزك تبقى كده، انا عايزك تفهم الحركه دي انت بتعملها ليه، وبتعملها ازاي، وايه سببها، وايه هدفها، وكل الحاجات دي كلها عشان لما تعملها تبقى فاهم انت بتعمل ايه. لان هو تعال نبص كده على الموضوع بشكل كبير، مثلا موضوع المصارعه ده، هو موضوع المصارعه ده اللي اخترعه مين؟ ما اخترعوش ربنا سبحانه وتعالى، اللي اخترعه بني ادمين، صح؟ فالبني ادم ده هو واحد قاعد يفكر، قال انا عايز اوقع ازاي واحد على الارض، صح؟ فهو استخدم التكنيك ده وعرف ان هو ازاي يكسر التوازن بتاع الشخص اللي قدامه، وعمل ايه والحاجات دي كلها. فهو زي ما بقولك كده، لما انت حضرتك هتبتدي تفهم وتفهم التكنيكس في كل حته في حاجات مختلفه، هتبتدي حضرتك اصلا كمان بعد شويه تكون تقدر تبقى كرييتيف، تقدر ان انت كمان حتى ممكن في ناس اصلا بتلعب دلوقتي بتبتدي بيبقى ليهم تكنيكات باساميهم، لان هو في الاخر بيكتشف تكنيك معين، يبتدي يفكر ويبتدي يلعب ويبتدي يشغل دماغه. وهو ده جمال اللعبه دي. زي ما انا بقول، انا يعني من حسن حظي ان انا لما يعني ما ابتديتش اللعبه دي في مصر، يمكن حتى ما لعبتهاش خالص في مصر، ابتديتها هنا. ولما ابتديتها هنا كان دايما المدربين بتوعي مدربين كويسين قوي، يعني كان دي من حسن الحظ، زي ما بقول كده في المكان اللي انا موجود فيه دايما. يعني ابتديت مع مدربين من روسيا في حتت معينه، في يعني في مثلا في البوكسنج، وبعد كده مدرب تاني كيك بوكسنج كان من نيوزيلندا، من واحد اللي بيدرب اديسانيا وبيدرب الناس دي. فده كان
ده فهمني حاجات كتيره. في المصارعه اتدربت مع ناس من مصر زي مثلا كابتن مصطفى البيسي، اتمرنت معاه، كان واحد فادني في حاجات كتيره. وفي نفس الوقت كان في مدرب برضه هنا من روسيا علمني حاجات كتيره. فانت لما انا الاختلاطات المختلفه دي وبسبب وجودي في المكان ده وان انا اتمرنت في كذا جيم وفي كذا حاجه من الحاجات دي كلها، خلى عندي فهم، يعني او خلاني فاهم الموضوع بشكل اعتقد ان هو قد يكون مفيد لكثيرا من الناس يعني. وان شاء الله ان شاء الله الفيديوهات دي كمان اللي جايه هتبقى بتبين الموضوع ده بشكل افضل. تمام. آه الحقيقه ان انا يعني شايف ان الفايتنج هو اكبر بكتير من الموضوع اللي بيحصل في الكيج. يعني انت لما بتخش الكيج مثلا، بالذات لما تكون في الاول انت بتلعب مثلا 15 دقيقه، لكن ال 15 دقيقة عشان تخش فايت جوه الكيج، عشان فعلا تكون فايت حقيقي، عايز توصل بقى، عايز توصل للعالمية، وده الهدف. انا ده بكلم ناس عايزة توصل لكده، مش عايز توصل ان هو يبقى مثلا فايتر عادي، لا ده عايز يوصل ان هو يبقى بطل. لو عايز فعلا تبقى بطل، فهي رحلة. انا عايز اقول ان هي، مع ان انا ابتديتها وانا كبير، كنت صغير يعني، لما ابتديت كان عندي 31 سنة. فكنت يعني كان عندي خبرات كتيرة في حاجات مختلفة. قبل كده انا كنت لعيب كرة يد، وكنت بلعب في منتخب مصر في كرة اليد، يعني وصلت لأعلى الدرجات ولعبت بطولات دولية وحاجات زي كده. فيعني اي واز، يعني انا كنت اتلت، يعني انا طول عمري كنت اتلت في الموضوع ده. وبعدين عملت حاجات مختلفة في حاجات كتيرة مختلفة في حياتي. يعني انا درست قانون، متخرج من قانون، وكنت في جامعة كنت في حقوق فرنش وعملت يعني درست حتة يعني بعض الاوقات في فرنسا عشان خاطر ان انا اعمل ده. وبعدين سافرت اشتغلت بعد كده في حاجة تانية ملهاش علاقة بالموضوع خالص، وسافرت وبقيت الف في العالم وبقيت اعمل الحاجات دي كلها. فاعتقد ان الحاجات دي كلها كونت شخصيتي وخلتني حتى حاجه انا شايفها. يعني حتى لما بتعامل مع فايترز كتير جدا بيبقوا شايفين ده، بيقولوا لي في حاجه جواك انت مختلفه. واعتقد الاختلاف ده ان انا ابتديت زي ما بقول كده، ابتديت اللعبه دي بشكل او بسن كبير. فلما ابتديتها بسن كبير كنت جمعت خبرات تانية قبل كده في حياتي. ولما جيت ابتديت اللعبه دي، ابتديتها وانا زي ما بقول لكم كده عندي 31 سنه. زي ما بقول كنت لعيب هاندبول، اشتغلت في المحاماة. بعد كده سافرت، وبقول لكم زي ما بقول لك كده اشتغلت كمضيف جوي في شركة طيران، وبقيت الف في العالم كله، وبقيت حاجات زي دي كلها. فلما ابتديتها في السن ده خلت شخصيتي حتى في اللعبة دي مختلفة. لان في فايتر كتير انت بتقابلهم بيبقوا فعلا لعيبه شاطرين جدا، ولكن بتبقى خبراتهم كلهم داخل الجيم، يعني مبيبقوش عنده خبره بره الحياه كتير. ودي حاجه بتحصل. انت لما بتكون عايز تبقى دكتور شاطر، ممكن تبقى دكتور شاطر بس تلاقي نفسك في حته تانية بره في الحياه مش اشطر حاجه. فدي خلت عندي حاجه مختلفه. طبعا اكيد اخرتني في اللعبه نفسها لان انا مبتدي متاخر، ولكن سرعتني في حاجات كتيره، وخلتني افهم حاجات كتيره، وخلتني اساعد يمكن اكتر كمان فايترز كتيره في جوانب كتيره في اللعبه وبره اللعبه. لان انا دايما كانوا بيقولوا لي دايما انت يعني بنقعد نتكلم معاك انت عندك وجهه نظر او فيو مختلف، وده حقيقي. تمام. ف فهو ده بشكل بسيط. فالنهارده انا لما مثلا النهارده باجي اشرح لك تكنيك، انا زي ما بقول لك كده انا الحمد لله يعني متعلم. فانا لما جيت درست، كنا حتى لما بنيجي ندرس بقول لكم في الجامعه دي في فرنسا، كان كل حاجه لازم تدرسها كانت بتبقى حاجات اناليتكس. يعني انت لازم تقعد ويجي يبعت لك زي قضيه وتحلها ومش عارف ايه والحاجات دي كلها. فدي بتخليك اصلا بني ادم بتفكر. فلما جيت اتعلمت اللعبه دي ما صعب عليا ان انا اتعلمها كده واحفظها، لا انا لازم اتعلم الحاجه واعمل لها تحليل واشوف دي بتتعمل ليه ودي بتعمل ايه والحاجات دي كلها. ف وده ممكن يخلي دوري ان انا اصلا ممكن اكون كمدرب افضل من ان انا ممكن اكون يعني كلاعب، مع ان انا لسه جوايا كتير، انا لسه عايز العب ولسه عايز اعمل ولسه الحاجات دي كلها. آه والحمد لله انا في وقت قصير عملت حاجات كويسه جدا بالنسبه يعني الفتره اللي انا ابتديت فيها والحاجات دي كلها. ولكن شايف ان انا ممكن برضو يبقى ليا دور كبير جدا في ان انا اقدر اساعد الناس اللي جايه والجيل اللي جاي في من ناحيه ان انا يبقى من الناحيه التوجيهيه في كل الحاجات دي كلها. فزي ما انا بقول ان شاء الله الحاجات اللي انتوا هتشوفوها على القناه دي زي ما انا قلت كده ان هي تبقى غالبا يعني الموضوع الاساسي ليه علاقه بموضوع الام ام اي والحياه هنا في بالي او في اندونيسيا. واللي هيحصل بقى يعني في اي حاجه هنقابلها ان شاء الله. عندي فايت واسافر هاخدكم معايا الرحله دي بتاعت الفايت. شوف إيه اللي بيحصل، انا بحضر ازاي، لو في ويت كات بنعمله ازاي، لو بنزل وزن بحضر ازاي قبل الفايت ومش عارف ايه والحاجات دي كلها عشان تبقوا شايفينها. لو في وقت معين بيبقى عندي اجازه معينه وعايزين اوريكم حاجه معينه تانية ومش عارف ايه والحاجات دي كلها، دي حاجه تانية برضو ان شاء الله هنعملها. بس اساس الموضوع زي ما بقول لك كده نبتدي نتكلم في التكنيكس والحاجات دي كلها. وبرضو زي ما انا بقول هو الموضوع هيكون مبني اكتر على ال
زي ما بنقول فكرة إن التواصل اللي ما بيننا وبين بعض، يعني عايز تكنيك معين ابعت لي وأنا إن شاء الله هاحاول أعمله، عايز حاجة معينة ابعتها لي وأنا هاحاول إن شاء الله إن أنا أقدر أعملها، وإن شاء الله يا رب تكون قناة ناجحة، إن شاء الله يكون أسلوبي كويس، إن شاء الله يكون حاجة مفيدة ليكم، و وتوكلنا على الله إن شاء الله برضه. يعني دي من الحاجات التانية. حاجة كمان عايز أقولها، أنا جزء طبعًا من جوايا بني آدم، وجزء كان أنا fighter. أنا يعني أنا باحب دايمًا علاقتي مع ربنا جدًا، ودي حاجة يعني حتى من ضمن الحاجات اللي أنا هتلاقيني برضه باتكلم فيها، هي باتكلم فيها عن الدين، ولكن هذا ليس معناه إن أنا شخص كويس ما ده ما لوش علاقة خالص يعني، ودي مش يعني حاجة، ولا أنا بني آدم باغلط، وممكن أيام تانية أبقى يعني في أوحش حاجة في الدنيا، وفي أيام تانية أبقى كويس، وباحاول. يعني أنا في رحلة جهاد دايمًا مع نفسي، ففي أيام بابقى فيها كويس، وفي أيام تانية بابقى وِحِش، ولكن أنا حتى لمّا باحاول أتكلم في دين برضه، كل واحد بيتكلم عن طريقة، عن فهمه، وعن اللي هو اللي شايفه، وعن حاجات اللي زي ما باقول كده، اللي هو خلال رحلته في الحياة إن هو اتعلمها وشافها. برضه من ضمن الحاجات، أنا كنت أتمنى في وقتٍ ما لو أنا كنت أصغر شوية، كان حد قال لي حاجات معيّنة، حتى ليها علاقة في حياتي، بحياتي الشخصية، زي ما بنتكلم في التمرين، في حياتي، في الجواز، في مش عارف إيه، في الحاجات دي كلّها. ولذلك أنا بقيت شايف إن برضه من دوري إن أنا أقول اللي أنا اتعلمته، أو اللي أنا شُفته، لعل وعسى إن هو يكون سبب في إن هو يساعد حياة بني آدم ما كانش عنده الفرصة إن حد يقول له ده، أو بدل ما إيه، ما تعدّي عليه في أيام طويلة، وتعدّي عليه أوقات طويلة عشان يوصل لهذه النتيجة. وهو في الأول وفي الآخر إحنا كلّنا بنشارك بعض بمعلوماتنا، بنشارك بعض باللي إحنا عارفينه، وبنشارك بعض باللي إحنا شايفينه، عشان نقدر في الآخر نوصل إن إحنا نساعد بعض. يعني هو إحنا، أنت بتقول اللي أنت عارفه، وأنا باقول اللي أنا عارفه، ودي حاجة أنت كمان بتتعلمها حتى من الMMA، إن أنت لمّا بتتمرّن مع ناس كتيرة، كل واحد بيقول له إيه ده التكنيك ده كان حلو أوي، أنت اتعلمته إزاي؟ يعلّمه لك، وأنت اتعلمت حاجة تانية يعلّمها له، وفي الآخر أنتم بتوصلوا مع بعض إن أنتم كل واحد فيكم بيعلّم التاني. فأنا بس باحاول كده أدّيكم كintroduction يعني، أو إحنا بنتكلم كمقدمة للي هيبقى إن شاء الله موجود في القناة دي، عشان تبقوا عارفين أو تبقوا متوقعين إيه اللي أنتم هتبقوا مستنيينه، و وبس كده. إن شاء الله تبقى قناة ناجحة زي ما بنقول، وإن شاء الله تبقى فيها سبب للخير عامةً ليّا وليكم، و ونبتدي إن شاء الله الرحلة مع بعض. أشوفكم على خير.